تقدم لي نصيحة، أنا مش لا تقدم نصيحة، لا نصيحة حتى تنصح بأخطاء، لا. إذا لقطع الطريق أمامك. هذه 5 أهداف وضعت ودبرت قبل القيام بالعملية. ما وسائل التنفيذ؟ أما وسائل التنفيذ سهل. أولا الرسوم الواحد ما أكثرها، وقع دفع بعض الناس دفعا لأعمال في المعرض هذا، فما لوحات لم توجد ووجدت من بعد، وقع أمر كبير برشا. وعاد المنافذ يجي ويسجل هذايا والناس ما في بالهاش، وفي آخر المعرض أمور يعني بحولك تحركا عجيبا غريبا حتى تستفز مشاعر المسلمين. إذا المسلم بقطع النظر سلفي ولا غير سلفي هو يحب الله ويحب الرسول في العام، ولا يرضى حتى ان كان فاسقا، حتى كان لا يرضى، لان في شعور من داخل انه الدين حق. اكثر التيار يعني العلمان التابعين لا يحكي المسلم بصفه عامه لا يرضى المس من ذات العلي، لا يرضى المس من خير خلق البريه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرضى المس من القران هذا لا يرضى هذا. إذا اللعبة على كل شيء يمكن يحرك الكل هو الرسوم هذه. إذا الحكاية يعني قداسة ومقدسات، هذا آخر اهتمام من المقدسات. الاهتمام هو أن يجني الثمار فيما بعد، أن يبقى في السلطة والحرب بين اليسار وبين الحكم الأقدة من يبقى في السلطة. الآخرين دقوا ويحبوا ينحولهم ويقولوا أنتم 4 نجم تاع الناس، وحكم مؤقت وتدبير ومكر بالليل والنهار. حقيقة قد عجزت هكذا ويضيقوا عليهم لنا، والآخرين أيضا ينكرون لا لشيء إلا للبقاء في السلطة، كل واحد يبقى في السلطة. وهذه الأمر الثاني والسياسات سهل. مش لها البلاد فمن عن أصل سلفية، وهذا لابد أن له رجل لونه، واللون صفة خاصة لمن يسيره. هذا الذي يقال له أبو أيوب. أنا سكت ولكن سأقول أبو أيوب هذا الإنسان أقول لكم كارثة. كان في فرنسا وفعل ما فعل، وقال الناس لهم قالوا نحب الجاه وقالوا نحب الجاه. أخذ لهم قرنيز فلوس، أخذ أموالهم آلاف اليورو وجاء تونس. تلقفتهم المخابرات حتى يقول هذا فعل وقت عمل في حي ظهر عمل أسرع إشارة ما نفعش لازم دوّر. إذا جاء لقات المخابرات فأصبح عميل المخابرات. أقول لكم صراحة المرض يشكل عليه هذا مسجل، هو عميل المخابرات، ثم تلقته الحكومة الأقدة وقد اتصلت بلاده، وهو الذي يحرك، هو البر والآخرين اللي ضربوا في الحبس ويضربوا في البحر. لما هو البر يضرب ويسرع ويعمل في الفيسبوك ويقول يعني وقت واعمل مش تقدرش تعمل الناس. من يحركه؟ يا ناس مين ما عرفوش عرفوه؟ قال له رياض ربي إن شاء الله يثبتنا ويثبت الحق. قال لا يكون هذا. قال لا أنت تفضل العذاب. علاش؟ لأنه هو مربوط بالمخابرات، مربوط بالحكومة، وهي اللي حركتها باش يعمل هذايا، وهو اللي أثار الناس. أرجو تتعرف هذايا، أرجو الخيط اللي تتعرف هو اللي حرك. عنده كل ما يمشي مكان يلم أشخاص ياخذ الأرقام نتاعهم، بعد عنده حاجة يكلم ضربة في جنب تبع عندنا كذا نصرة، والناس تندفع دونها مشرك وكذا. يعرف كلمات الطاغوت، الكفر، الجهاد. شوفوا يتحدث غير هذا ما يتحدث، لا يتحدث عن التكلم. فكان هذا كارثة على الإسلام، كارثة على الإسلام. والله أعطى أسماء لبعض الأتباع أعطاهم الداخلين. ورب البرية قال هذا الشخص سكت عليه ولكن ما عاش ناس. هذه عاش ناس والله سكت ما عاش ناس. ما نحبش نقول أسماء، لكن هو زج بأخواني دخل فيني في من غير ما زج. الحمد لله أن الغالبية لا تتعاطى، والحمد لله والله يفضل الله سبحانه وتعالى أن الغالبية لا تتعاطى وترجع وتفهم أين الحق أين الصواب. لكن والله تخطيط أريد